إذا بعد تفوقها بمعدل جيد في البكالوريا حلمت بأن تلتحق بقوات الطيران العسكرية، لكن الظروف جعلتها تتخصص في مجال مغاير. مشوارها في عالم التكنولوجيات والعلوم أوصلها لمنصب وزيرة. هدى إيمان فرعون وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تحدثت عن تجربتها مع امتحانات البكالوريا. نتعرف عليها في تقرير أحمد بوضاف. صنعت الوافدة الجديدة على حكومة سلال 4 الوزيرة هدى إيمان فرعون الحدث منذ إعلان استوزارها. هدى إيمان فرعون ابنة مدينة سيدي بالعباس صاحبة 36 عاما، لها قصص خاصة مع شهادة البكالوريا، ورغم رغبتها في الابتعاد عن الأضواء ومتابعة عملها إلا أنها فتحت قلبها ودون أي بروتوكولات تحدثت عن تجربتها الخاصة. يعني ما كانش تحضير الأسابيع الأخيرة طوال السنة مع الأصدقاء مع الزملاء مع أخي اللي هو يفوقني بسنة وكان جوز البكالوريا عام قبلي. يعني كانت دراسة يومية مش دراسة مكثفة، ما كانش دروس خصوصية، الاطلاع على مواضيع السنوات السابقة، الاطلاع على الحوليات. إيمان فرعون التي حضرت البكالوريا وبكل ثقة لم تنسى من ساعدها، خاصة أقرب الناس إليها. خلال كافة طيلة السنة يعني كانوا متواجدين، كنا ندرسوا في آخر كل أسبوع مع بعض. الأيام الأخيرة في الحقيقة كان أكثرية الوقت أغلبية الوقت كنت وحدي ولا مع الأخ، خاطر كانت عنده يعني تجربة قريبة، يعني عام فقط من قبل كان اجتاز هو البكالوريا. إيمان هدى فرعون كانت تريد الالتحاق بإحدى كليات الحربية المتخصصة في الطيران العسكري، لكن وجدت نفسها مع عالم التكنولوجيات الحديثة. في عمر 16 سنة حلمي كان الالتحاق بالجيش والطيران العسكري. ممكن كانت أحلام طفولة، ولكن في هذاك الوقت هذاك السن الأولياء يعني ما كانوش متحمسين جدا للدراسة في المجال العسكري ومجال الطيران. اليوم الوزيرة توجه نصائح للمقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا. ما تقلقوش، الشخص الوحيد اللي لازم تثبتوا له كفاءتكم هو نفسكم. ونأكد على شيء واحد اللي لازم كافة الشابات والشباب يعملوه مليح في راسهم: من غشنا فليس منه. هي مغامرة أخرى لوزير مع البكالوريا في انتظار ما ستحمله قصص لوزراء حكومة سلال.